تخيل نصير بسنة 2025 وانت ما غيرت شي بحالك ولساتك نفس الشخص من 3-4 سنين. هلا اكيد الواحد لازم يحب حاله مثل ما هو ويتقبل كل عيوبه ومدري شو، بس ما يعني ما فينا نشتغل على حالنا لنصير احسن وانجح بالسنة الجديدة. New Year Resolutions هو مصطلح بيعني اهداف او قرارات للسنة الجديدة، بيحدد الشخص كل العادات السيئة اللي عنده اياها وبيحاول يوقفها من اول السنة الجديدة، وكمان بيحدد شو هي الاهداف اللي حابب يوصلها ويبلش يشتغل عليها باول السنة. انا اليوم رح اعطيكم 8 اقتراحات للاشياء اللي ممكن تكون your New Year Resolutions ب 2025. 1. تتعرفوا على عالم جديدة وتوسعوا دائرة معارفكم، لأنه هالشي ممكن يفتح لكم أبواب وفرص ما كنتوا متوقعينها. 2. تخفيف الأكل والمشروبات المضرة للصحة مثل السودا والجنك فود والسكر الزايد، واستبدالهم بأشياء صحية أكثر مثل الشاي الأخضر وكل شيء أكل فيه بروتينات وفيتامينات. وأكيد أهم شيء كثرة شرب المي، لأنه بيساعد على تحسين صحة البشرة ودعم إدارة الوزن وبيزيد مستويات الطاقة. 3. ما عاد تأجلوا شيء وخاصة الدراسة، لأنه بالآخر رح تلاقوا حالكم مزنوقين بالوقت ومستحيل تقدروا تخلصوا الدرس يلي عليكم بالوقت الصغير يلي معكم إياه. 4. تخفيف صرف المصاري على أشياء ما إلها داعي وتبلشوا من هلأ تصمدوا مصاري لمستقبلكم. هالشي ممكن يكون من خلال أجرة صغيرة بتحطوا فيها مبلغ صغير كل يوم. 5. حاول تتعلم هوايات جديدة مثل الرسم، قراءة أو نوع من الرياضة أو عزف على آلة موسيقية، وجرب تنضم لنوادي لتتابع فيها هواياتك. 6. تطوع بأي جمعية خيرية. التطوع مش بس فرصة لتساعد غيرك، هو كمان تجربة بتعلمك قيم جديدة وبتساعدك تتواصل مع الناس. فيك تشارك بمبادرات تعليمية، بيئية أو مجتمعية. كل هالأنشطة مش بس بتفيد المجتمع، كمان بتساعدك تقوي شخصيتك وتحسن مهاراتك الاجتماعية. 7. كون منظم أكتر بحياتك اليومية. خصص وقت يومي لترتيب أولوياتك، إن كانت دراستك ولا شغلك أو حتى مساحتك الشخصية. استخدم أدوات مثل جداول يومية أو التطبيقات اللي بتساعدك تدير وقتك لحتى ما تحس حالك مش عارف من وين بدك تبلش. 8. تخفف من استعمال التليفون يلي هلأ ترك شغلك ودرسك ومسؤولياتك وماسكه عم تحضر. هيدا التليفون هو فعلا أساس كل مشاكل الطلاب، لأنه بيقول الواحد بيستعمله شوي وببلش درس، بيمرقوا ساعة وساعتين وثلاثة وبيلاقي حاله التلميذ خلص نهاره وما خلص شي من اللي عليه. بالعكس فينا نستخدم التليفون بطريقة إيجابية للدراسة ونخليه مثل ريورد أو جائزة لنا. مثلا كل ما خلصت حفظ صفحتين أو حلت اكسرسايزين فيك تستعمل تليفونك لفترة صغيرة، هيك بتلاقي حالك عم بتسرع قد ما فيك بالدراسة لتوصل لجائزتك. وطبعا أهم شي لازم تعملوه هالسنة هو إنه تتابعوا أنا فيرست لتضلوا محافظين على حالكم من كل النواحي.